ابن تيمية وفتاوى جيش التتار. لو سمعت عن ابن تيمية اليوم ممكن تسمعه إرهابي أو أنه صارم جدا. الحقيقة مختلفة تماما، والفهم الصحيح يبدأ من معرفة الظرف التاريخي. البعض اليوم يقرأ فتاوى ابن تيمية بدون سياق ويظن أنه يدعو للعنف العشوائي، خصوصا فتوى قتل بعض الجنود الذين أعلنوا الإسلام ظاهريا. لكن السؤال: لماذا أصدر ابن تيمية هذه الفتوى؟ بعد هزيمة التتار في عين جالوت سنة 1260 انسحبوا لبلاد فارس. بعد 40 سنة ظهر ملك تتاري اسمه محمود غازان على رأس جيش كبير لتوجيه ضربات نحو الشام ودمشق. غازان أعلن إسلامه وأمر جنوده بالإسلام، لكن هذا كان حيلة سياسية ودعائية لتشتيت معسكر المسلمين. بعض المسلمين اعتقدوا أن التتار أصبحوا مسلمين، وبالتالي لا فرق بين المماليك والتتار. جنود غازان وحتى بعض الجواسيس بدأوا التشويش على الدين: الجهر بالنية في الصلاة خلف الإمام بقصد التشويش، الجهر بالقراءة خلف الإمام بطريقة تغش المصلين، ادعاء حرية كل واحد في دينه لتبرير هذه الأفعال. كل هذا أدى إلى إضعاف معنويات المسلمين وخلق حالة ارتباك ديني واجتماعي. ابن تيمية رأى أن هؤلاء الجنود والأفراد الذين يعلنون الإسلام ظاهريا ويستمرون في التشويش والفتنة يمثلون تهديدا للدين والمجتمع. أطلق عليهم مصطلح جيش الردة أو جند الطاغوت. أصدر فتواه بضرورة ردهم وقتالهم إذا أصروا على الفتنة. لم يكن المقصود مجرد الجهر بالنية أو الصلاة خلف الإمام، بل السلوك كله المخل بالدين. وتهديده هذه الفتوى كانت زمنية ومرهونة بالظرف التاريخي، وليس قاعدة عامة لكل زمان ومكان. لو قرأت الفتوى اليوم بدون سياقها التاريخي ستبدو مجنونة. الحقيقة ابن تيمية كان يوازن بين الدين والعقل، أي يعمل على حماية الدين من التشويه والفتنة. قبل ما تحكم على أي نص اسأل: متى قيل ولماذا وفي أي ظرف.